ابعد يا ابني عني وسيبنا طبق الغسيل ده، عايز اخلص. لا بجد يا ماما، يعني ايه؟ الله مطولك يا روح. يا ابني ابعد عني يا ابني، السؤال الغريب ده. ايه يا ولاد مالكم؟ شوف يا بابا، ابني بيسأل عن ايه. ايه يا حبيبي عاوز ايه؟ بسأل ماما، بقولها يعني ايه جواز. طيب ما تجاوبيه. يعني اجاوبه؟ حاضر يا بابا. تعالى يا ولا، انا اقولك يعني ايه جواز. اول حاجة، الجواز ده زي الموت يا ابني، زي الموت بالظبط. ازاي؟ موت ايه بس يا بابا؟ ايه اللي انت بتقوليه لابنك ده؟ استنى يا بابا استنى. اول حاجة يا ابني بيجي العريس، وبتتجمع ناس كتير قوي قوي، وبيقروا الفاتحة زي ما بيقروا الفاتحة على الميت بالظبط. استنى يا بابا ما تضحكش. وبعد كده يا ابني بيجيب لها ورد زي ما بيجيبوا للميت بالظبط. بعد كده يا ابني بياخدوا العروسة ويحموها وينضفوها ويخلوها جميلة خالص خالص، زي ما بيغسلوا الميت بالظبط. اللي انت بتقوليه ده؟ استنى يا بابا، ما هو اللي حصل ده. وبعد كده يا ابني بيلبسوها أبيض فأبيض، بيلبسوها يا ابني فستان أبيض وطرحة بيضة وجزمة بيضة، وكل حاجة لابسها العروسة أبيض فأبيض زي الميت بالظبط لما بيكفنوه. خلاص يا ماما، أنا مش عايزة أعرف حاجة. لا، لازم تعرف، مش أنت سألت؟ لازم تعرف. خلاص يا ماما أنا غلطانة، أنا مش هسألك تاني. لا يا ابني، لازم أكمل لك. وبعد كده ياخدوها ويحطوها في أوضة ويقفلوا عليها. يا بنت خلاص الواد هيتعقد. بس يا ماما مش عايزة أعرف حاجة. لا أبدا، لازم يعرف. وبياخدوا العروسة يا ابني المسكينة دي ويحطوها بين 4 حيطان زي الميت بالظبط لما بيدفنوه، ويقعدوا بقى يتحكموا فيها ويقولوا لها ما تخرجيش، ما تكلميش، ما تبصيش من الشباك، ما تفتحيش لحد، ما تكلميش حد، اغسلي، اكنسي، اطبخي. وبعد كده يا ابني خلاص انا مش عايزه اعرف اي حاجه يا ماما، انا غلطان. تعالى يا واد اكملك. لا مش عاوز اعرف حاجه. يا واد تعالى اقولك الجواز يعني ايه. خلاص عرفت، مش عايزه اعرف حاجه. ينفع اللي عملتيه ده؟ اكملك انت يا بابا يعني ايه جواز. لا 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 لا، انا مش عايز اعرف حاجه، سيبيني انا في حالي. يا بابا يا نهار، ده البت اتجننت.